السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ميزانيات على قد الايد. لو انت مصروفك 200 جنيه ومش بتعرفي تمشي يومك، يلا بينا لايك واشتراك ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده بتشيلي 10 جنيه على جنب للصدقة، كل يوم على الله تشيلي 10 جنيه للصدقة لحد ما بتكونيهم مبلغ. يا اما بتشيلي نصهم للصدقة يا اما بتعمليه كله اللي انت عايزاه. يعني عايزة تشيلي نصهم للصدقة والنص التاني ليكي براحتك اللي انت عايزاه، المهم ان انت تطلعي من المبلغ اللي انت هتكونيه ده صدقة. تمام. بعد كده بتروحي تجيبي كيلو بطاطس ب15 جنيه، بتجيبي كيلو بصل ب10 جنيه، وبتجيبي كيلو ونص طماطم ب10، وبتجيبي ربع ليمون ب5، وربع جزر ب5، وربع خيار ب5. بتجيبي 10 جنيه ملوخية، بتجيبي كيلو بتنجان ب10، وبتجيبي نص فلفل حامي على بارد ب5 جنيه. الميزانية دي كلها كده تعمل لك 75 جنيه ميزانية الخضار. نيجي بقى للبقوليات، بتجيبي كيلو رز ب25، نص شعرية ب11 جنيه، وكيلو مكرونة ب22 جنيه، و5 جنيه ماجي، وب10 جنيه فلفل اسمر، وبتجيبي نص كيلو عدس ب15 جنيه، وبتجيبي 5 جنيه كمون، زائد ب5 جنيه ملح. ما عندكيش منظفات، يلا بينا نجيب المنظفات. بتجيبي كيلو صابون ب5 جنيه، بتجيبي ب5 جنيه سلك، وب5 جنيه كلور، وب5 جنيه ديتول. طبعا احنا في الميزانية دي مش عاملين اي بروتين، تاني يوم بيبقى البروتين. النهاردة هنعمل اكل ايه؟ في اليوم بتاع الميزانية اللي احنا هنجيب فيه الحاجات دي، هنعمل مثلا كشري، نعمل مسقعة. كده كده جايبين بتنجان وبطاطس وفلفل، ممكن نعمل مسقعة او ممكن نعمل كشري. جايبين مكرونة، ممكن تقسمي المكرونة دي نص كيلو صغير كده، تمام، والنص التاني اللي انت عايزاه. والرز اللي انت هتجيبيه كيلو الرز ده ممكن تقسميه مثلا على نصين، يعني نص رز والنص التاني تشيليه وجبة تانية اللي هي تاني يوم. تاني يوم طب هنعمل ايه؟ هنعمل بقى نفس الكلام، هنعمل بقى اللي ناقصنا في البيت. يعني مثلا ال200 جنيه اللي هناخدهم مصروف، هنشيل 10 جنيه على جنب ونجيب البروتين. وعندنا احنا اصلا قبلها بيوم كنا جايبين رز وشعرية وملوخية، وهنعمل شوية سلطة جنبها، جايبين خيار وجزر وفلفل وليمون وطماطم، وجايبين كل حاجة. او ممكن نعمل صينية بطاطس جنب الرز والفراخ اللي احنا هنجيبها، او نص كيلو بانيه كده. بالباقي بقى بتشوفي ايه اللي ناقصك في البيت. يعني مثلا لو ناقصك لبن تجيبي تحطيه في الفريزر، مثلا ناقصك جبنة تجيبيها كده، تمشي يومك على كده. كده فيديو النهارده خلص، يا رب تكون الفكره عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه. لو عجبكم اي ميزانيه تكتبولي في الكومنتات وانا هطلع لكم في فيديو. السلام عليكم.